احمد، عايز ايه يا احمد؟ طب هنتكلم على الباب يا سعاد. ايوه هنتكلم على الباب، امال هدخلك؟ انت عارف ان انا ست مطلقه يا احمد ومعايا بنتي. ما الناس هتقول عليا ايه؟ هتطلع عليا سمعه وحشه ليه؟ طب ما لو حد شافني واقف على الباب كده هيتكلم كلام مش قول كويس. الكلمتين اللي انت عاوز تقولهم يا احمد وروح لحالك. يا سعاد انا بحبك وشريكي وعايزك. وانا كمان بحبك برضو يا احمد، بس اهلك رافضيني عشان انا مطلقه. اعمل ايه انا طيب؟ هقنعهم يا سعاد، بس انت حتى ما بترديش حتى على التليفون. اقنع اهلك يا احمد وابقى تعالى، وبعدين ايه اللي تردي على التليفون ديت؟ هرد عليك اقول لك ايه؟ مش هفيدك بحاجه. في حد امشي. نازل؟ طب امشي طيب. يا سعاد انا عايز اتكلم معاك يا سعاد. انا عايز اتكلم معاك، انا مش عارف اوصل لك ولا عارف اكلمك. ايه ده؟ حرام عليك بقى، الناس تقول علينا ايه؟ في حد نازل والله اعلم شافك ولا لا. انت عايز يا ابني تشوه سمعتي ليه طيب؟ انا بحبك وعمري ما هشوه سمعتك. طب ما انا كمان بحبك، بس اقنع اهلك، انا ذنبي ايه؟ هقنعهم بس ما تبعديش عني طيب. ردي على تليفوناتي. هرد على تليفوناتك يا احمد. ده صوت احمد ابني. يا نهار اسود، اللي هو جوه عند البت المطلقه ديت. يا دي الفضيحه، الناس في العماره هيقولوا علينا ايه؟ البت دي مش هتسيب الواد إلا لما تفضحنا. ايوه هتجرس سمعتنا في العماره كلها. انا هطلع اجيب ابوه. حاج ناجي، الحقني في نصيبه. افتحي يا عليمه، ازيك يا نيمه؟ على الصبح خير. خير ابنك ايه؟ قاعد تحت مع البت سعاد. يا بنتي يا بنتي حرام عليك، اتقي الله، انت ما وقفيش وراكي غير البنت سعاد دي المطلقه الارمله، حرام عليك. انا سامعه صوته تحت عندها في الشقه، ده هتجيب لنا بلوه هتفضحنا في العماره كلها. ابنك واتكلمنا معاه في الموضوع ده ونهيناه، مش هناخدها. وابنك موصله بايدي لحد باب الشقه ومتاكد انه نزل. نزل بقى دخلها هي الشقه. لا انت عندك هواجس، اتقي الله شويه. طب يلا بس تعالى معايا وانت هتتاكد من انا كلامي. مش هروح ارمي بلاء على الناس، حرام عليك يا شيخه، شيلها من دماغك. ربنا يسهلها ويسهل لابنك. يعني انت مستني لما العماره كلها تتكلم على ابنك؟ وانت مش عارفه ان انا قلت لابني واتفقت معاه ان الموضوع خلاص هيحصل لي امري ويخش لها تاني، ده انا اذبحه. طب تعالى واتاكد وبقى شوف ايه رايك. لا مش هتاكد، روح انت، عشان لو خدت لك حاجه في دماغك ولا ولو اتاكدت ولقيت ابنك هو اللي تحت هتعامل معاها انا بقى. طب خلاص انا هنزل لها. يلا شيلها من دماغك، حرام عليكي. يا ساتر عليكي ست. الموضوع انتهى يا احمد، انت بتفتح معايا في ايه؟ اقنع اهلك وبعدين ابقى تعالى لي. طب اديني فرصه يا سعاد افتح معاهم الموضوع تاني واتكلم مع مين اللي هيخبط عليك مش دلوقتي؟ عارفه. امك. امي؟ امك انت. طب وايه اللي هيجيبها دلوقتي؟ معرفش يا احمد، هعمل ايه؟ امك هتفضحني في العماره. طب ايه افتحي لها بس، هو هيبان عليكي وانا طب ادخل جوه، ادخل. استر يا رب. يا سعاد. ام احمد. ايه عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ ايه في حد عندك ولا ايه؟ لا، مين هيكون عندي؟ اصل سامعه صوت كده يا بنتي وانا بره. صوت؟ ده التلفزيون. طب معلش يا بنتي، انا نازله اقول لك حقك عليا، ما تزعليش مني اللي حصل معايا. انت عارفه ان احمد ابني برضك لسه شاب وما دخلش دنيا قبل كده، وان هو يتجوز واحده يعني مطلقه ومعاها بنت ولا كده، فما كانش ينفع. لا انا مش زعلانه منك. طب انت عاوزه حاجه تاني طيب؟ انا قلت اقعد معاكي شويه. اصل انا كنت هلبس ورايحه السوق. طب ماشي يا سعاد. ماشي. هو في حاجه ولا ايه؟ عندك هنا؟ مين هيكون عندي يا ام احمد؟ في ايه يا ام احمد؟ ماشي يا بنتي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. مشيت. امك شاكه ان انت هنا عمال تلفت اليمين وشمال. امشي بقى يا احمد، بقى هتجيب لي مصيبه في البيت ده. هوعدك همشي ومش هاجيلك على باب شقتك تاني ولا اخبط عليك ولا هقف اتكلم معاك. انا ما فيش في نيتي ولا في ضميري اني اعمل لك مشكله ولا اخلي حد اصلا يتكلم عليك كلمه ملهاش لازمه. عارفه، بس ما تجيش هنا تاني يا احمد الا لما تقول لي امي وابويا موافقين عليكي، غير كده الله يخليك. هوعدك يا سعاد مش هخبط على بابك غير لما يكون في ايديا كده امي وابويا. طب يلا يا احمد امشي. بس لازم تفهمي حاجه واحده، ان انا بحبك ومش هتمنى لك الضرر ابدا. وانا كمان بحبك يا احمد، بس هنعمل ايه طيب؟ هشوف بس لو هي واقفه ولا حاجه. شوفي لي السكه. اطلع. اجي. اسكت، مش البنت هتلاقيها بتجيب رجاله في الشقه واحد ورا التاني؟ سكت حسك يا بعيده، حرام عليك، اتقي الله اتقي الله، دي بنت، دي وليه. وليه ايه؟ تبعد عن ابني يا اخويا، تغور بعيد عن العماره كلها. ابنك انت يا ستي. ابني مالوش دعوه الحمد لله. انا كنت شاكه ان ابني اللي جوه، الحمد لله ما طلعش ابني. الحمد لله ابني، انا عايزه افرح بيه كده ببنت بنوك كده، عروسه تبقى زي القمر تقعد جنبه في الكوشه. ابعدي ابنك وابعدي تهمك عن الناس، حرام عليك، انت عندك برضه بنات. بقول لك سامعه صوت راجل يا راجل، انت ما بتسمعش؟ ابنك لا حول ولا قوه الا بالله. تعالى يا احمد، تعالى هنا تعالى. ايه يا ام؟ شفت الاخبار اللي في العماره عندنا؟
البنت اللي اسمها سعاد اللي انت كنت عايز تتجوزها بتدخل راجل ورا التاني يا اخويا. حرام عليكي يا شيخه، اتقي الله، بدل ما ربنا يشيلك كنت قاعده. ساكت انت بس، مالكش دعوه. انت عارف يا احمد وانا نازله اسمع صوت راجل افتكرته انت دخلت وخبطت يا اخو، وسامعه برضك صوت راجل جوه في الشقه، اتاريها بتجيب رجاله. يا ست حرام عليك. كده ليه كده ياما؟ ليه عايزاها تبقى معيوبه وخلاص؟ وهي عشان يعني مطلقه يبقى لازم يكون فيها عيب، تكون مش كويسه؟ انت بتحبها قوي كده ليه عليا يا اخويا؟ امال لو بنت بلوك كنت عملتي ايه؟ عشان ريحي نفسك ياما، انا اللي كنت عندها ياما لما انت خبطتي. ايه؟ زي ما سمعت. انا كنت شاكه، مش انا قلت لك ابنك عندها؟ كنت عندها بتعمل ايه جوه؟ عايز اعرف كنت عملت ايه؟ براضيها ياما وبصلح اللي انت عملتيه معاها ياما. تصلح اللي انا عملته؟ عملت ايه يا واد عشان خايفه عليك وعايزه اجوزك؟ دي عروسه زي القمر. مسكتيها اخر مره وهزقتيها وقلت لها ابعدي عن ابني، انت مطلقه صح؟ ومش هسيبها برضك وهتنيني ورا لما تبعد عنك، هسيبها اخليها تسيب العمار. انت اللي كنت عندها ياض؟ ايوه يابا انا شاريها يابا. وانت فرحان لي كده؟ ضحك على ابنك واخدها عندها في الشقه، عايز ايه تاني؟ احترمي نفسك، عيب شرف الناس، احترمي نفسك كده انت حرام. ربنا يعلم ان انا ولا في حاجه غلط ولا حاجه تغضب ربنا ما بيني وما بينها. انا كنت واقف على الباب بكلمها، بس لما سمعت ان في حد نازل على السلم دخلت عشان ما اعملهاش مشكله. ولا اتفاجئت ان امي هي اللي كانت بتتصل عليا. ولا انا مبسوط قوي من تربيتي فيك، وواثق في تربيتي فيك قوي 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 قوي. والحمد لله يا ابني ان انت اللي كنت جوه، عشان الست اللي بتتهم بنت بشرفها دي، ده انت بدل ما تقول له عيب. لا مش اسمع يا انت عايز البنت دي؟ ايوه يابا انا شاريها لانها ست محترمه. هي بتربي بنتها ومطلقه، بس ست اخلاق وقافله بابها عليها. لو واحده غيرها ما كانش هيفرق معاها وكانت هتدخلني ولا كانت هتقول لي حتى اتجوزني. صح يابا. زي ما بيعملوا اليومين دولت، واكون انا بس بالنسبه لها واحد بتقضيها معاه ومحدش شايفها. انا بقى رافضه الجوازه دي، وانا موافق عليها واجوزها لك ودلوقتي لو عايز. ليه ياما؟ عشان هي يعني مطلقه؟ ما دي ناس اسباب. عشان هي مطلقه؟ طب مش هي انسانه المطلقه دي يعني؟ ما يمكن جوزها اللي ظلمها وهي عايزه تعيش وتكمل حياتها في اللي جاي مع واحد يتقي ربنا فيها. وهي مش هتلاقي احسن منك. ليه لا ان هي تدور على واحد يتقي ربنا فيها وفي بنتها؟ مش ممكن دي تطلع يابا احسن من ان شاء الله من بنت البنوت اللي امي عايزانا تاخدها ديت؟ ده احنا بقينا في زمن صعب يابا، بقينا في زمن صعب، الاختيار فيه بقى صعب. اجيب بنت البنوت ومش هتتقي ربنا فينا. هتتقي ربنا فينا. بصي الله اكبر الله اعظم. سبحان الله. يعني انت عايز ايه يا احمد؟ ارضي عني ياما، وعايز اخدها، انا بحبها والله العظيم، دي كويسه وبنت ناس. انت تدوس ايديها يا تقوم يا انا وانت روح اختبها لك، سيبك منها، انا كلمتي هي اللي تمشي. ياما عشان خاطري نبقى كلنا رايحين كده بنفس راضيه وراضيين مع بعض، ما تبقاش ان انت رافضه ياما. اجيب لك عبايه جديده بس تعالي معانا. خلاص يا احمد اللي انتوا شايفين، طالما انتوا شايفين ان هو ده الصح خلاص يا ابني انا معاكم. اصل احنا موافقين. يعني اروح افرحها ياما؟ روح يا ابني فرحها. لا يا ده انا اللي اروح اخبط على بابها واطلبها لك. خلاص يا احمد ربنا يا ابني يسهل لك ويهدي سرك وتبقى عروسه زي العسل ان شاء الله. خلاص يا احمد. طب انا هروح ياما افرحها، هتصل بيها واكلمها، هقول لها بكره هننزل انا وابويا وامي. لا بكره دلوقتي. طب شوف الواد مستعجل ازاي. اروح اكلمها. ربنا يخليكوا ليا يا احلى ام واحلى اب. اسمع. والله يا امي غلبانه جدا ربنا يصلح حالك يا ابني. يا رب يا امي يا رب. خلي بالك يا وفت لما قلت لها اجيب لك عبايه. لا انا فرحه احمد ابني بالدنيا وما فيها، طالما احمد هو اللي يبقى هو اللي اختارها خلاص انا مش عايزه حاجه. من الاول يا ام 44 من الاول. وايه يعني مطلقه؟ ما المطلقه دي مش انسانه؟ حد يعرف المطلقه دي اتطلقت ليه؟ ما يمكن جوزها اللي جاي عليها ولا الزمن جاي عليها. وفيها ايه لما تتجوز ابنك اللي لسه ما دخلش دنيا؟ ما يمكن هي اللي هتسعده. اتقوا الله يا جماعه، والله ما هترضيها على بنتك، اقسم بالله ما هترضيها على ابنك. لازم تخليهم طالما حبوا بعض اديهم لبعض يا جماعه. بلاش كلمه المطلقه والارمله دي تبقى عيبه، لا ده الزمن اللي عمل فيهم كده. ارجوكم يا رب تكون الرساله وصلت لكم ونتمنى الشير. الحمد لله مراتي عقلت.